واحد مصري مغترب في دولة عربية بيحكي ان جاله شغل مع امير. الامير دعاه للقصر بتاعه عشان يتفقوا على تفاصيل الشغل، وهو ماشي جوه القصر عمال يبص يمين وشمال ويشوف التفاصيل، وحصلت عملية حسابية كده في دماغه، يا ترى انا محتاج كام سنة عشان يكون لي قصر زي ده؟ يمكن 50 سنة شغل، 80، 100، يمكن اكيد اكتر من كده بكتير. قطع حبل افكاره صاحبه لما قال له الجنة اقرب بكتير. عارف سيدنا محمد لما قابل سيدنا ابراهيم في الاسراء والمعراج، في سيدنا ابراهيم قال يا محمد اقرئ امتك مني السلام. سيدنا ابراهيم بيسلم علينا وقل لهم ان الجنه عذبه الماء طيبه التربه وانها قيعان وديان فيها زرع وانهار، وان غراسها الشجر اللي في الجنه بيزرع بسبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله. يمكن كتير بتسمع عن الذكر، ويمكن كتير ناس بتقول لك اذكر ربنا وقول سبحان الله وقول الحمد لله، بس انت مش متخيل. فخلينا نتخيل ان انت واقف في حته ارض كويسه جدا كبيره مميزه في التجمع في الرحاب في مدينتي، واقف وشايف عمال بيعمروا لك الارض اللي هي بتاعتك من غير ما تدفع ولا جنيه. كل عليك بس انك تقول لهم كويس عاش كملوا، وعمالين بيعمروا ويبنوا قصر ويعملوا لك حمام سباحه وكل اللي على كيفك، كل ده بكلمه بكلمات. كذلك الذكر، كلما قلت سبحان الله يغرس لك الملك شجره في الجنه، الحمد لله شجره في الجنه، الله اكبر شجره في الجنه، لا اله الا الله شجره في الجنه. خدوا معاك وقت قد ايه؟ كل ما تذكر كل ما الملك يغرس شجره في الجنه. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كمل وقال ولا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه. كل ما قلت لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يهيئ لك كنز في الجنه. كنز جواه ايه؟ هيئته عامله ازاي؟ معرفش، بس اعرف ان هو الكريم. فما ابعد قصور الدنيا وما اقرب قصور الجنه. فسبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله.